أيها الإخوة المؤمنون، يقول أحد العلماء الكرام: الجاهل يشكو الله إلى الناس. الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. المشكو كامل، كمال مطلق، والمشكو إليه ناقص وضعيف. شكوت الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، شكوت الكامل إلى الناقص، شكوت الغني إلى الفقير، شكوت القوي إلى الضعيف. يعني أحمق شيء أن تشكو الله إلى الناس. الحالات موجودة وكثيرة. يعبر لك عن نقمته على الله، عن رفضه لقضاء الله وقدره. لا، ماذا أفعل؟ أنا أقول له الآمر ضامن. يعني معقول إنسان أطاع الله وخاف الله أن يكون في الصف الأخير، والذي لم يبالي وارتكب المعاصي والآثام في الصف الأول؟ أترضى هذا عن الله عز وجل؟ أين قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما؟ أين قوله تعالى: والعاقبة للمتقين؟ أين قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل. فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكاه لأحد، ولو عرف الناس لما شكا إليهم شيئا. إن عرفت الله ما شكوته، وإن عرفت الناس لا تشكو الله إليهم أبدا. انتبهوا، الإنسان أحيانا يزل لسانه، يعني يعترض على قضاء الله وقدره. يعترض لإنسان، والإنسان ضعيف لا يملك شيئا. قال: ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. لهذا قال بعض العارفين بالله: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أما العارف بالله يشكو إلى الله وحده. لكن في تعليق أذكره كثيرا: من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. قال: أعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس. الآن في عندنا حالة: إنسان فلان أساء إليه شكاه إلى الله، فلان لم يعطه حقه شكاه إلى الله. هو ما اشتكى إلى الناس، اشتكى إلى الله، لكنه اشتكى الناس إلى الله. أما أعرف من هذا من شكى نفسه إلى الله لم يشكي أحدا. إن هؤلاء الذين سلطوا عليه هم بيد الله، وما سمح الله لهم أن يصلوا إليك إلا لخلل في نفسك. فالذكاء لا أن تشتكي، لا أن تشكو هؤلاء الناس إلى الله، أن تشكو نفسك إلى الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. اسمعوا الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن هناك من يشكو الله إلى خلقه، هذا أحمق الحمقى، أغبى الأغبياء. هناك من يشكو الناس إلى الله، هذا توحيد ضعيف. التوحيد ضعيف. أما أعقل الإنسان هو الذي يشكو نفسه إلى الله: يا رب أصلح لي نفسي، يا رب ارزقني موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك يا رب. قال: فالمراتب ثلاثة:
أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. يا رب فلان ضربني، فلان أكل مالي، فلان ظلمني. الجواب: لماذا ظلمك؟ ومن سمح له أن يظلمك؟ ولماذا ضربك؟ ومن سمح له أن يضربك؟ ولماذا أكل مالك؟ ومن سمح له أن يأكل مالك؟ لو فكرت بحسب الآيات: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، تستحيي أن تشكو إلى الله الناس، لكنك عندئذ تشكو نفسك إلى الله. أيها الإخوة الكرام، الحياة الحقيقية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلنا أحياء، نقف ونمشي ونأكل ونشرب وننام ونعمل ونتزوج وننجب. هذه ليست هي الحياة. الحياة التي أرادها الله في هذه الآية كما قال بعض العلماء: حياة الاستجابة إلى الله. أنت حي إذا استجبت إلى الله، فإن لم تستجب فأنت ميت. الآية دقيقة جدا. لو أمضينا كل أوقاتنا في معرفة كلام الله لما وفينا كلام الله حقه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أول شيء الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، الحياة السعيدة، الحياة الإنسانية مو البهيمية، الحياة التي تليق بك، الحياة التي ينبغي أن تصبو إليها، الحياة التي ينبغي أن تبحث عنها، الحياة التي تسعدك هي حياة استجابتك إلى الله. كلام الله عز وجل واضح كالشمس: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، يعني أخس حيوان بيلتقي مع الأنثى وبينجب، أخس حيوان، أحقر حيوان، أي حيوان تحتقره يقترن وينجب. فهل تعد حياة الزواج حياة؟ أخف حيوان يأكل، أخف حيوان يشرب، أخف حيوان ينام. طعام وشراب ونوم وإنجاب، هذه ليست حياة الإنسان. قال: فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. في استجابة ظاهرية وفي استجابة باطنية، والشيء الحقيقي أن تستجيب ظاهرا وباطنا. هذه الحياة. مرة قلت لإنسان، قلت له: الدعاة إلى الله يفلحون وينجحون ويوفقون ويتفوقون بقدر استجابتهم لرسول الله، ويأفل نجمهم ويضعف تأثيرهم ويكرههم من يكرههم إذا انحرفوا عن سنة رسول الله. لا تفلح إلا إذا تبعت رسول الله، لأنه معصوم، ولأن طاعته هي طاعة رسوله، طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول بقوا أحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. أحياء ولو ماتوا، وغيرهم أموات ولو كانوا أحياء الأبدان. لذلك
لما سيدنا علي قال يا بني العلم خير من المال لأن المال يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. وهذا السبب تجلس إلى غني شارد غير مستقيم غير مؤمن، تضيق به زرعا، ميت أنيق جدا، ثيابه غالية جدا، مركبته فارهة جدا، بيته فخم جدا، لكن ما بتحس بسرور بالجلسة معه. هو متكبر ومتصحر وقلب كالصخر وقلب صدئ، أما المظهر فخم جدا. وقد تجلس إلى مؤمن فقير متواضع، يعني ليس من علية القوم، من عامة الناس، لكنك تأنس به. يعني والله أنا في أخ حدثني أنه دعي إلى طعام الإفطار في رمضان في أفخر مطعم على الإطلاق، يعني قد يكون الطعام بعشرات الألوف. هذا الإنسان دعي لطلبة علم فقراء في رأس الجبل، يعني سعد سعادة عند هؤلاء الطلبة المؤمنين، مع أن الطعام متواضع جدا والبيت متواضع جدا. في سر، الله عز وجل قادر يسعدك بأخشن طعام وتشعر بالملل والسأم والضجر من أفخر طعام، فيعطي ويشقي ويمنع ويسعد. الله عز وجل يعطي ويشقي ويمنع ويسعد. هلأ بالحج يعني الله كان من الممكن أن تكون مكة في أجمل بقاع العالم، والله في أماكن بالعالم تنجلي تماما، جبال خضراء، بحيرات، نسمات عليلة، مناظر جميلة، سماء زرقاء صافية، بحر في واد غير ذي زرع، حر لا يحتمل. كنت أخرج من البيت في مكة في حجة سابقة، كأنك أطللت على فرن تنور الساعة 10 بالليل، كأنك بفرن قاعد. هلأ 42 سمعت، الآن 42 بمكة الحرارة، حر، ما في عرق أخضر، ما في جبال خضراء، جبال سوداء كالمنشار مسننة، في ازدحام شديد. ومع ذلك يتجلى الله على الحاج فيملأ قلبه سعادة، ولا شيء يسعده إلا أن يعود إلى الحج مرة ثانية. هذا معنى قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة مصدر ميمي من ثاب أي رجعة. إذن الله عز وجل جمد كل وسائل اللذة المادية وحرك واحدة، القرب من الله. هناك في قرب من الله، بهذا القرب تسعد. لو وازنت بين حاج وسائح، السائح بفندق فخم مطل على منظر جميل جدا، على بحر أو على جبل أخضر، هدوء، تكييف، تدفئة، طعام طيب تلاقي. والحاج بعرفات، في مرة والله توقعت ألا نعيش المساء من شدة الحر ونبكي. شو السبب؟ عرفات أرض ممهدة، حر لا يحتمل، ازدحام لا يحتمل، لكنك قريب من الله عز وجل. فربنا أراد أن يبين لك أنه أسعد شيء أن تكون قريبا منه، وليكون هذا واضحا لك تماما عطل لك كل وسائل المتعة المادية هناك. لذلك أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لرسول الله. بالمناسبة في لفتة لطيفة جدا قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال: أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لرسول الله. أكملهم استجابة لرسول الله، يعني أنت حي
الحياة التي تليق بك بقدر استجابتك لرسول الله. وبالمناسبة الله عز وجل ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل، ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل، والدليل طاعة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قال بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعاكم إلى الحق. ما الحق؟ هذه الكلمة وردت في كتاب الله مئات المرات. الحق هو الله أولا، يعني إذا دعيت إلى الله، دعيت إلى طاعته، دعيت إلى محبته، دعيت إلى القرب منه، دعيت إلى جنته، أي واحد. أما الحق هو الله. الحق في الأرض ما هو؟ الحق في الأرض الشيء الثابت والهادف. الدليل، في دليل في عندنا بأصول الفقه المعنى المخالف. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق لابس خلق السماوات والأرض. في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معناه الحق خلاف اللعب، اللعب عبث. في آية ثالثة: وما خلقنا السماوات والأرض باطلا. الباطل الشيء الزائل، فالشيء الذي يزول ليس حقا، والشيء العابث ليس حقا. فالحق ما كان خلاف العبث والزوال، أي الشيء الثابت والهادف، هذا الحق. فكل شيء زائل باطل. إن الباطل كان زهوقا. فليش ما قال زاهقا؟ إن الباطل كان زاهقا اسم فاعل، مبالغة. ما معنى المبالغة هنا؟ يعني مهما كان الباطل كبيرا زاهق، يعني عمره 70 سنة بيتهاوى كبيت العنكبوت. مهما كان كبير لو بيمثل نصف العالم، ما دام باطل زاهق بل زهوق. ومهما تعدد الباطل، مهما كان كبيرا نوعا أو مهما كان كثيرا عددا، مليون باطل كلها زائلة، لا يبقى إلا الحق. كنت أقول لكم دائما عن رجل بفرنسا سلم رئاسة الوزارة، ومن أرقى العوائل الباريسية، محترم جدا وغني وما عنده مشكلة، وفي سن 70 انتحر. 100 صحفي اجتهدوا في شرح سبب انتحاره، ما في أي سبب. الأيام الفقير جدا، الفقر مع الكفر يؤدي للانتحار. أيام فضيحة، إذا في فضيحة ينتحر الإنسان. لا في فضيحة، لا في قضية مالية. صحفي واحد اكتشف سر انتحاره، يعني كان معتنق مذهب باطل، فلما ظهر بطلان هذا المذهب بعد انهيار ما كان في الشرق من لا إله، لما انهار هذا المذهب احتقر نفسه أنه 70 سنة غلطان. هذه المشكلة لن تكون مع المسلم. لا يمكن الأيام تكشف خطأ الإسلام. الإسلام دين الله. كلما ازدادت الأيام تقدما ازددت رسوخا بعظمة الإسلام. مشكلة كبيرة. هلأ إذا كان مذهب توهم الناس أنه صحيح ثم اكتشف أنه خطأ، في خيبة أمل فظيعة، خيبة أمل مرة، أنه أنا 30 سنة غلطان، 30 سنة موهوم، 30 سنة ماشي الطريق غير صحيح. أما المسلم كلما تقدمت فيه العمر ازداد يقينا بعظمة هذا الدين. يعني هو من باب الطرفة كان يقولوا هارون الرشيد كلما رأى غيمة
يداعبها ويقول اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. بلاد ممتدة من الشرق إلى الغرب، فهذه السحابة أينما ذهبت وأمطرت وأنبتت يأتي هذا الخليفة المتألق خراجها. القياس مضحك. هلا أي إنسان مهما شرد عن الله آخرته للدين، بعد 40 45 50 رفقاته نصهم ماتوا، وين ماشي؟ بدأ ملحد تلاقي بال40 بدأ يصلي، إجا على المساجد. الموت قضية كبيرة جدا، المغادرة قضية خطيرة جدا. فأنا أقول من باب الدعابة اذهب أينما شئت واعتنق أي مذهب شئت، بالأخير لعنا على الجامع. ما في مجال. في عندك شعور بالقلق عميق. الإنسان هو شاب بالثلاثينات، يعني مهتم بعمل، مهتم بزواج، مهتم ببناء مجد، لكن لما دخل في 40 دخل في 50 صار في احتمال المغادرة بلا عودة، مغادرة بلا عودة، هذا احتمال قائم صار. طيب إلى أين؟ ماذا بعد الموت؟ هنا في قلق. أما المؤمن سبحان الله لا تزيده الأيام إلا طمأنينة، لا تزيده الأيام إلا تفاؤلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تزيده الأيام إلا راحة، والزمن لصالحه. فدائما الزمن في غير صالح الإنسان. ازداد عمره كان يأكل ما شاء، هلأ بقى بده ينتبه. هو طبعا عند أهل الدنيا في قاعدة متداولة بفرنسا كثير، أن السعادة أساسها، السعادة المادية أساسها 3 عناصر: الصحة والوقت والمال، ودائما ناقصك واحدة. في أول العمر صحة درجة أولى مثل حصان، وقت فيه بس ما فيه. فالسرور المادي بده مال وفير. بالمرحلة الوسطى عم يأسس عمل، صحة فيه ومال فيه بس ما في وقت. يعني قال لي مرة أخ مع ما سافرت، قال لي من 5 ل 11 بالليل عمليات جراحية. شو الحياة هيك؟ مال فيه، صحة فيه بس وقت ما فيه. طلع عن 50 60، ابنه استلم محله، خفف عمله، ارتاح له شوي، مال فيه وصار في وقت بس ما في صحة. هي ممنوع، هي كوليسترول، هي مفاصل، هي انزلاق فقرة، هون في أسيد أوريك، هون في شحوم ثلاثية، ما بقى في. معه تنكة أدوية دائما، قبل وبعد ونص حبة وحبة ونص، خلاص. ففي مرحلة في وقت وفي صحة بس ما في مال، في مرحلة في مال وفي صحة بس ما في وقت، والثالثة في مال وفي وقت بس ما في صحة. المؤمن إنسان آخر. المؤمن عرف الله عز وجل وسخر كل طاقاته للآخرة، ما عنده مشكلة، سعادته بالقرب من الله. والله أقول لكم كلام دقيق، ممكن يشتغل 20 ساعة باليوم ما له تعبان، ماشي بطريق هدفه. شوف هلأ التاجر أنت بتعب إذا ما في بيع، قاعد مرتاح والقهوة قدامه والجريدة قدامه والمجلة والتليفونات وطق الحنك بس ما في بيع، بيقول لك مسموم بدني. لو فرضنا أنه سوق حامي كثير، بينسى يتغدى، بينسى يأكل، بيجي الساعة 11 على البيت، طلع الساعة 5 مو تعبان، في بيع لأنه في قبض، في غلة. فالمؤمن كذلك، مؤمن تاجر بس غلته العمل الصالحة، غلته العمل الصالح، قد ما تعب ما يتعب، يعني أموره مبرمجة، هدفه الله، هدفه الدار الآخرة. فكل ما الله مكنه من عمل صالح بيسعد أكثر، كل ما أجرى على يده عمل صالح بيسعد أكثر، كل ما أعطاه وعطى أكثر بيسعد. النبي يتمنى أن يكون له مثل أحد ذهبا، بشرط ألا يبقى عنده أياما 3 أنفقه كله في سبيل الله.
يحييكم هو الحق، والله هو الحق، والشيء الثابت والهادف هو الحق، والشيء الباطل والعابس هو عكس الحق. عالم آخر قال لما يحييكم هو الإسلام، أحياهم بعد موتهم بالكفر. عالم ثالث قال الحق لما يحييكم يعني القرآن، منهج كامل. عالم رابع قال لما يحييكم الجهاد، جهاد النفس والهوى، الجهاد الدعوي. الإنسان إذا شعر أنه في قلوب الناس في أكبر سعادة. إن إبراهيم كان أمة، في شخص ما له أي عمل صالح، يعني هذا شخص مهمل. ما في إنسان له بصمات بالتعبير الجديد، له آثار طيبة جدا في من حوله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وبين قلبه، يعني الله عز وجل بينك وبين قلبك. الخواطر كلها في علم الله. فلذلك العلماء قالوا أمة محمد أمتان، أمة الاستجابة وأمة التبليغ. الذين استجابوا هم خير أمة أخرجت للناس، استجابوا. علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما الذين لم يستجيبوا هؤلاء أمة التبليغ، ليس لهم فضل إطلاقا على أي إنسان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ألا تنطبق هذه الآية علينا تماما؟ قل فلم نعذب بذنوبنا. ولي كلمة أقولها دائما دقيقة، يعني هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. أوضح مثل، تلاقي مسلم من أسرة عريقة أحدث أزياء ترتديها نساؤه وبناته. يعني معقول امرأة تخضع إلى مصمم أزياء يهودي بفرنسا؟ معقول تكشف عن مفاتنها كي تكون مع أحدث صناعات الأزياء؟ فإذا كان أمر الله هان علينا إلى هذه الدرجة، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك لا أحد يعتاب. مرة لي صديق طبيب عم يسمع بإذاعة أجنبية بوسط الليل، سمع يعني لقاء بين مفتي البوسنة وبين شخص باللغة الأجنبية. نقل لي ما قاله هذا المفتي بالضبط. قال له لا ينبغي لإخوتنا في المشرق أن يعتبوا على الله من أجلنا، نحن لسنا مسلمين، نشرب الخمر ونأكل الخنزير ونأتي الفواحش. الآن عرفنا الله والآن أصبحنا مسلمين، يعني بعد هذه الشدة أصبحوا مسلمين. يعني أنا ذكرت لكم والله أحد إخواننا الخطباء الكبار في الشام قال لي ذهبت إلى بلد بأوروبا مسلم وألقيت خطبة بأكبر مسجد، قال لي 5000 مصلي أمامي، والله من فمه إلى أذني، وبكيوا بكاء أثناء الخطبة. قال لي يفتحوا المعطف طلعوا قليل يشربوا منه. شو هذا؟ له عرق ضمن المسجد. يعني تأثر تمام الخطبة، لأنه تأثر قام شرب. والله من فمه إلى أذني، الخطيب نفسه، من ألمع خطباء دمشق. هؤلاء المسلمون الذين تخلى الله عنهم. في بقية البلاد الإسلامية النساء الكاسيات العاريات، الثياب الضيقة، الثياب الفاضحة، العطور، كلهن بنات المسلمين. أين آباؤهن؟ أين أزواجهن؟ أين إخوانهن؟ فهان أمر الله علينا فهن على الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه الآية تنطبق علينا تمام الانطباق.
بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الإخوة، يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية، الحياة الإنسانية، الحياة التي تليق بالإنسان، الحياة التي ينبغي أن يطمح لها الإنسان، الحياة المسعدة، حياة نقطتين: الاستجابة إلى الله، يعني حياة طاعة الله، فأنت حي بقدر استجابتك، وتنقص هذه الحياة بقدر نقص استجابتك لله عز وجل. وإن استجبت لله عز وجل فأنت من أمة الاستجابة، هذه خير أمة أخرجت للناس. مرة طالب من طلابي كان ببلد أوروبي شرقي، قال لي اقلاع الطائرة الساعة 2 بالليل. خير إن شاء الله. قال لي ركبت سيارة من الفندق، أقسم بالله وهو عندي صادق، قال لي الثلج يعني 30-40 سنتي ببوخارست، برد. الساعة 2 بالليل لقى طابور طوله 8 كيلومتر، ناس واقفين الساعة 2 بالليل. سأل شو في؟ قال له والله أذاعوا بالإذاعة أنه في توزيع لحم الساعة 8 الصبح، الثنتين واقف والثلج 50 سنتي ليأخذ قطعة لحم. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. احفظوها هي، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. إذا عظمت أمر الله غالي على الله، أنت كرامتك غالية عليه، وقتك غالي عليه، أسرتك غالية عليه. كلما عظمت أمر الله كنت عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلما عظمت أمره كنت قريبا منه، وتولى أمرك ودافع عنك وطمنك وأسعدك ووفقك ونصرك وحفظك. أي معنى قوله تعالى إن الله مع المؤمنين، معهم بالتوفيق والحفظ والرعاية والتوفيق. والشيء واضح: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني محور الدرس: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. مرة سألت طلاب لي أنه مين بيأتيني باسم تاجر كبير أو غني عاش في دمشق عام 1876. ما قدر طالب يتذكر اسم واحد غني عاش بدمشق سنة كذا. فأنا طمنته ولا أنا أعرف وأنا لا أعرف. أما سيدنا صلاح الدين، سيدنا عمر، سيدنا خالد، هؤلاء العلماء الكبار، الإمام الشافعي، الإمام النووي، أبو حنيفة النعمان، الإمام مالك، الإمام ابن حنبل، الصحابة الكرام، أسماؤهم ملء السمع والبصر. لذلك الإنسان يجب أن يعمل عملا يبقى على مر الأيام، وهذا هو الصدقة الجارية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في سورة النازعات يقول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة تلغي كل ما سواها. كيف إذا الإنسان بالدنيا عنده 100 قضية، 100 مشروع، 100 مشكلة بده يحلها، بتنشأ مشكلة فجأة بتنسيه كل شيء، ممكن. ففي شيء بينسي شيء.
في شيء بينسي شيئين، في شيء بينسي 100 شيء، في شيء بينسي كل شيء. هي الطامة ينسى فيها الإنسان كل شيء. لذلك يقول الإنسان لم أرى خيرا قط. يكون عاش 130 سنة، عاش 100 سنة، كان معه مئات الملايين، يمكن معزوم شي 5000 عزيمة، عامل له شي 100,000 سيران، متمتع بالنساء وبالمال وبالطعام وبالشراب. يقف هذا الموقف يقول لم أرى خيرا قط، ينسى كل شيء. هذا معنى الطامة. وبالدنيا إنسان أحيانا لا يرى شيئا. يعني إذا كان شعر أن التقرير الورم غير طبيعي، قال له أنت بقيان لك 4 أشهر، طبيب أمريكي دارس بأمريكا بدجة في البر، قال له لا، بقي لك 4 أشهر، انهي مع علاقاتك وصفي أمورك وعمل وصية. ثاني يوم مات، ثاني يوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. لذلك أيها الإخوة في دعاء: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، فجأة، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. الإنسان بألطاف الله عز وجل بلحظة تصبح حياته جحيما، بلحظة واحدة، بثانية يفقد كل شيء. إنسان راح على الخليج يشتغل، شاب عمره 26 سنة، رغبان يقتني سيارة، اقتنى سيارة. أول رحلة من أبو ظبي لدبي عمل حادث، انشل نصف فلك تحتاني، عمود فقري انضرب، انشل، عمره 26 سنة، انتهى. طبعا كل شيء بقضاء من الله وقدر. في مصائب تسحق الإنسان. فنحن لما نطيع الله عز وجل، دققوا كلامي دقيق، الله عز وجل أنشأ لك حق عليه. قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما بتحب يكون لك ضمانة من الله؟ الله أنشأ لك حق عليه. بعدين في استنباط الإمام الشافعي مذهل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يعني ربنا ما قبل ادعاءهم كاذب، لو قبله لما عذبهم. فاستنبط الإمام الشافعي أن الله لا يعذب أحبابه. يعني إذا كنت محبا لله، محبا لخلقه، ملتزما بأمره، ترجو رحمته، أنشأ لك حقا عليه ألا تعذب. وأقول هالآية 1000 مرة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا يتناقض مع وجود الله. مستحيل إنسان يخاف الله، يرجو رحمته، يخشى عذابه، يرجو رضاه، يخلص لخلقه، يصدق معهم، لا يؤذيهم، لا يرعبهم، لا يخيبهم، لا يأخذ أموالهم، يطمئنهم، يهديهم إلى سبيل الله. مثل هذا الإنسان له معاملة خاصة، حياته غير حياتهم، زواجه غير زواجهم، عمله غير عملهم، راحته غير راحتهم. فلذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قصة من 30 سنة، في صحفي هرب من بلده وذهب إلى بلد آخر، بدأ يهاجم نظام بلده، قدروا يجيبوه، وانتهى المخدر وهو في حضرة هذا الذي كان يهاجمه، وهو قوي. شو صار فيه لما أتينا بك وسنحاسبك؟ هذا معنى قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كل المخلوقات عباد لله عز وجل. عد للمليار قبل أن تفكر بإيذاء إنسان، قبل أن تفكر بأخذ ماله، قبل أن تفكر بأخذ بيته أو بأخذ محله التجاري أو بأخذ أسباب رزقه أو بالتفريق بينه وبين زوجته أو بالاحتيال عليه. عد للمليار، لأن الله كبير. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أنا قاري أكثر من قصة. حدثني مرة أخ
قال لي أنا كنت أشتغل طيار، في أثناء التدريب الطائرة التدريب فيها خلل سقطت، أقسم لي بالله، طبعا قفز بالمقعد، هي احترقت، هو نزل بالمظلة، لا بدون مظلة، ما في مظلة. قال لي من لحظة مغادرة الطائرة إلى لحظة هبوطي على الأرض من كم دقيقة؟ إذا واحد نازل من 20,000 قدم من 5 كيلومتر، سقوط حر من دون مظلة، ثواني. قال لي والله عرضت علي أعمالي كلها، واسألوا الناس، كل إنسان عند الخطر كل أعماله يتذكرها، كل أعماله. لذلك قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كيف أكل المال، كيف طلق، كيف خالف الشرع. وبرزت الجحيم لمن يرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى تجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، جاهزة جهنم. وأما من خاف مقام ربه، قال إني أخاف الله، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هالآيتين بكفوا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن اتباع الهوى هوان، وخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي أسرفت يا فلان. إلى متى أنت في المعاصي؟ تسير مرخى لك العنان، عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقضي الليالي وما انقضت حربك العوان، تستحي من كتاب كريم يحصى به العقل واللسان، واستحي من شيبة تراها في النار مسجونة تهان. عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. فهالآيتين تكفي. كالأعرابي قال له عظني ولا تطل، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال له كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. هاتان الآيتان منهج. فأما من طغى تجاوز الحد، أخذ ما ليس له، أخذ مالا لا يحق له، استمتع بامرأة لا تحل له، طغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هلأ كل واحد أسأله بالله، كل واحد منا له عمر، كيف مضى هذا العمر؟ 60 كيف مضوا؟ 50 كيف مضوا؟ 40 كيف مضوا؟ يقول لك امبارح كنا صغار، امبارح كنا بالمدرسة، امبارح كنا عزبان، امبارح كنت صانع صار صاحب محل، امبارح كنت طالب جامعة هلأ محامي. طيب إذا كان 40 مضوا كلمح البصر، 20 بيمضوا كمان. فدائما في سؤال قاسي ومحرج، كم بقي لي؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والله أيها الإخوة لا يلفت نظري إلا إنسان فوق 40 ما بيصلي، أو بيصلي ولا يستقيم، أو لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، لا يفعل الخير، ماشي بطريق مسدود. في لنا صديق من إخواننا، أحد إخواننا يعمل مهندس في شركة ضخمة، أخو صاحب الشركة مقيم في السعودية 30 سنة ما صلى ركعتين ولا حج، عمل نزهة باسطنبول، مات بالفندق، ترك 3000 مليون، خاسر. فالإنسان أحيانا يعني يقع في خطأ كبير حينما ينسى الله عز وجل.
نسوا الله فنسيهم. لذلك فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون. يوم القيامة يوم مخيف، وقبل القيامة مغادرة الدنيا، وقبل المغادرة المرض الذي يسبق الموت. أيام بتزور شخص مريض مرضه كبير تلاقيه رقيق محب لله، شيء جميل جدا، لكن ليتنا أحببنا الله قبل أن نمرض ونحن أصحاء، ليتنا أحببناه ونحن أقوياء، ليتنا أحببناه ونحن أغنياء. أيها الإخوة، هاتان الآيتان تكفيان كل إنسان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بالمناسبة خذوا مني هذه القاعدة: مستحيل أن تخاف من الله خوفا حقيقيا ثم يخيفك ممن سواه، مستحيل. أما إن لم تخف فيما بينك وبين الله يخيفك من أحقر إنسان. أنت محترم جدا صاحب محل، يجي شخص تافه يخليك ترجف. فخف من الله قبل أن يخيفك الله ممن سواه. خف من الله. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن الكريم، وأن يكون ربيع قلوبنا، وأن يكون منهج حياتنا. وإن شاء الله نستأنف الدروس بعد أسبوعين. أنا سأغيب أسبوعين لأداء فريضة الحج إن شاء الله. نعم، فبعد أسبوعين 14 بالشهر أبو سليم فما بعد تبدأ الدروس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.